كنت خلصت الشغل ولقيت فجأة العميل اختفى ومفيش ولا دولار واحد حتى قصادي دخل حسابي. وده ما كانش ان الشغل وحش، لا، بس لان العقد كان ثابت وانا ما كنتش فاهم اللعبة. طب استنى بس، هو يعني ايه عقد ثابت؟ انا حسن النحاس، شغال من ضمن فريق التوظيف على ابورك، وعينت اكتر من 15000 فريلانسر انا والتيم بتاعي، ودوت الفيديو اللي ممكن يوفر عليك شهور كتيرة جدا من التعب والمطاردة والنصب. النهارده بقى هنتكلم عن الفرق الخطير من نوعين من العقود على ابورك، وهم العقد الثابت اللي هو فيكس برايس، والاورلي كونتراكت اللي هي العقود عن طريق عدد الساعات اللي انت بتسجلها في خلال يومك. وهقول لك ازاي تفهمهم بشكل صحيح عشان تعرف تحمي نفسك وتعرف تشتغل براحتك من غير توتر تماما. لان خد بالك، في عميل احيانا بيبقى سالك وفي عميل بيحب يشغل دماغه عليك، والضحيه هتبقى انت. انا فاكر اول مره كان جالي اول عميل كان بفيكس كونتراكت، انا كنت فرحان جدا. وبص بقى، حددنا كل حاجه، اشتغلت اسبوعين كاملين، وفعلا جهزت للعميل خطه للمشروع بتاعه، وجهزت له كل حاجه في لينك جوجل درايف ببرزنتيشن محترمه، وبعتها له على الواتساب على طول. العميل عمل سين وما ردش، وببساطه كده الفلوس قدامي بيندنج على ابورك ومش عارف اخدها، لان انا ما كنتش فاهم ان العقود الثابته على ابورك محتاجه حبه خطوات انت لازم تكون فاهمها عشان بجد تامن نفسك. ولو انت ما عملتهاش، انت كده يا باشا شغال ببلاش. ايه الفرق ما بين الفيكس كونتراكت والاورلي ريت كونتراكت؟ بص يا عم، العقد الثابت دوت اللي هو الفيكس برايس، انك بتتفق مع العميل على حاجه ثابته هتدفع في ميعاد معين. ولكن انا حابب اشرح لك اكتر ايه هو الفيكس كونتراكت. الفيكس كونتراكت دوت ان انا وانت، تعال نقول انت شغال معايا فيديو اديتور، هنتفق مع بعض انك تعمل لي عدد معين من الريلز ديت يوم 15 في الشهر اللي هو 15 8 مثلا. انت لازم تكون موصل لي 10 ريلز بايا كان الاتفاق اللي انا وانت اتفقنا عليه سوا. الفكره كلها في الفيكس برايس كونتراكت ان انت عشان تكون مأمن نفسك لازم تعمل حاجتين مهمين جدا. رقم واحد، اياك ثم اياك تسلم شغل للعميل على اي قناه خارجيه بره ابورك. ولو انت هتعمل دوت، لو انت فيديو اديتور، فانت مثلا ممكن تعمل ايه؟ والله تبعت له حاجات فيها علامات مائيه باحسن جوده في الدنيا، او لو انت جرافيك ديزاينر هتبعت له مثلا نسخه من الديزاين اللي العميل بيدور عليه ولكن بره ابورك. حاول دايما تاخد الموافقه المبدئيه من العميل على التشات بتاع ابورك. ليه؟ عشان تامن نفسك لو حصل نزاع ما بينك وبين العميل. وتعالى نقول انت راجل فيديو اديتور ولسه بادئ مع العميل وقال لك الشغل عاجبني وتمام. بعد كده اول ما سلمته المايلستون، المفروض ابورك في خلال ال 14 يوم بيديك الفلوس بتاعتك. هتلاقي فجأة العميل عاوز بقى ايه؟ يخش معاك سكة شمال وياخد منك فلوسك. وقت ما تعمل نزاع او ديسبيوت على ابورك هيبص على الرسائل اللي ما بينك وما بين العميل. فحتى لو انت بتتكلم مع العميل بره ابورك، ارجع تاني للمنصه بشكل يومي، انا خلصت كذا كذا كذا، رايك ايه في الشغل؟ تمام؟ هيقول لك تمام. هنا بقى التيم بتاع التراست اند سيفتي او فريق النزاعات لما يخش يبص على الرسائل هيتاكد ان انت في السليم، وساعتها هيديك فلوسك. هل ده بيحصل كتير؟ لا، بس امن نفسك، مش هتخسر حاجه. تاني حاجه بقى هنتكلم فيها وهي اهمهم، لو انت شغال في الحاجات الادمن سبورت او شغال في الحاجات اللي هي مثلا بتاخد عدد ساعات طويله في يومك او بتشتغل كشيفت بيسز على ابورك. الاورلي كونتراكت. الاورلي كونتراكت دوت هو اللي انا بستخدمه شخصيا كبروجكت مانجر. انا بخش مع العميل بتفق معاه على عدد معين من الساعات. ميزه الاورلي ريت كونتراكت هي محميه تماما من ابورك في اطار شروط معينه. الميزه في الاورلي ريت كونتراكت انك بتنزل ابلكيشن اسمه ابورك تايم تراكر. الابورك تايم تراكر دوت وظيفته ايه بالظبط؟ وظيفته ان هو بياخد سكرين شوت من اللابتوب بتاعك وانت بتشتغل، عدد الكليكات على الماوس وعدد المرات اللي انت استخدمت فيها الكيبورد. بنيجي يوم الاثنين الساعه 2 بالليل توقيت مصر، بياخد كل الساعات اللي انت عملتها ديت ويروح حادفها للعميل. العميل يقول له خد بالك حسن اشتغل يوم الاثنين لحد يوم الجمعه، وادي السكرين شوتس من الشغل بتاعته، عشان العميل يتاكد انك مش فاتح يوتيوب او فاتح فيسبوك وانت قاعد المفروض بتشتغل على الشغلانه بتاعته. في الفترة الجاية إن شاء الله هنتكلم في حاجات أكتر عن أبورك. وقبل بقى ما ننهي الفيديو دوت، اكتب لي كده في التعليقات تحت، هل أنت قبل كده اشتغلت فيكس ريت ولا أورلي ريت؟ وأنت أصلا بتفضل أنهي نوع من العقود ديت؟